اول ما تتسبك معايا بطفي عليها وبسيبها لحد ما تهدى، وبعد كده نبتدي نكمل بقيه الوصفه بتاعتنا. كده خلاص اتسبكت معايا والميه اللي فيها نشفت خالص. هبتدي دلوقتي اطفي عليها واسيبها تهدى، وبعد كده نبتدي نكمل باقي وصفتنا. كده سبكنا الطماطم او عملنا الخلطه بتاعت المحشي. كانت عباره عن ايه؟ عن طماطم وبصل كتير وفلفل. الفلفل ده اختياري، انا بحطه بدي ريحه وطعم حلو. ملح وفلفل اسود وكمون وورق لورا وحبهان وقرنفل، ده كله انا حطاه مع الفلفل الاسود. لو مش حابين تضيفوه خلاص. معايا ملح وفلفل اسود ورشه من السكر ومكعب من المرق وبابريكا وكمون. حبيت تحطوا كزبره ناشفه حطوا. انا معايا هنا كزبره خضراء في قلب الخضره فما حطيتش هنا في الحله. ومعاهم الزيت بنزل بيهم على النار كده. الاول بضربهم في الخلاط عشان الطماطم تضرب معايا والبصل يتفرم، بس ما بنعمش البصل قوي. وبعد كده بنزل بيهم على النار واسيبهم لحد ما يتسبكوا معايا بالشكل ده. معايا الرز هنا هغسله، ومعايا الخضره شبت وبقدونس وكزبره بسيبهم برضو او بغسلهم وبركنهم لحد هنا. معايا الصلصه ما تهدى شويه نبتدي نشتغل فيها. ومعايا الفرخه حطيتها على النار بتستوي عشان ناخد الشوربه بتاعتها ونسقي بيها المحشي بتاعنا.